المصري النهارده احنا بقينا بنعمل شغل كويس قوي، خامات عاليه وموديلات عاليه، وبقى في تطور جامد قوي عن الاول. يعني النهارده انا اتشرف ان انا اشتغل في شغل مصري دلوقتي، لان بقى يشرفني. المصري بقى في تطور رهيب، بس هو يعني طبعا العميل بيجبرك ان هو عايز المستورد، فلازم يبقى في ده وفي ده. يعني الحمد لله عندنا كل الموديلات وكل الانواع. جالك عميل طلب منك مرديني ولا انواع زي المصريه، انت شفت ايه؟ على حسب المادة اللي معاك، كل حاجة لها حاجة. يعني أنا عندي مثلا التركي، عندي المصري، عندي الإيراني، عندي الأسباني، كل حاجة لها سعر. مم. الزبون مثلا لما بيخش أو العميل لما بيخش عليا مثلا بيقول لي أنا عايز حاجة بقد كده، بس يكون شكلها مثلا مناسب لمكان عندي، فبقدر إن أنا أحدد له على مستوى السعر اللي هو طالبه، وبعد كده ببدأ أطلع له الطقم أو الشغل اللي هو يليق بيه. انت جالك واحد عنده فيلا، متجوز جديد، مش عارف هيفرش ازاي، بس خلاص بقى بص انا عايز استلم منك انت الشغل بقى، نظرتك حلوه جدا، فنان في القماش من الاخر، هتنصحني مثلا كفيلا اخد منك قماش بقى احطه بقى في الليفنج، احطه في اوضه النوم، تنصحني بالوان ايه بقى؟ عامة هو كل الألوان الجديدة اللي هي البستاج، الكافيه طبعا جوكر الألوان عامة، يعني الوايت والكافيهات. في برضه النبيتي برضه قوي جدا بالنسبة للصالون. في ألوان كتيرة، يعني هو كل سنة بيطلع ترند جديد بالنسبة للألوان. عندك الألوان بالنسبة للتركي، تداخل الألوان أصلا مع بعضها وتفتح الوردة. تمام. الشغل كله بتاع التركي ده شغل بيبقى بارز، يعني أكتر حاجة بتبقى حلوة في التركي، في الشغل التركي عامة، بروز الوردة وتداخل الألوان مع بعض. الزبون اللي بيدخل عندكم يبص على التركي حب ياخد منك تشكيله، هتقول له مثلا ده يتحط فين وده يتحط فين؟ هو ممكن التركي يبقى في الصالة، لأن التركي بيستحمل الاستهلاك اليومي. محتاج حاجة مثلا زي الصالون قائمة أو حاجة فخامة، يعني بنجيب الإيراني، الايران. بنحطه مثلا في الصالون. فكل حاجة لها حاجة، يعني كل حاجة لها استهلاك معين. التركي ليه حاجة، الإيراني ليه حاجة، المرديني ليه حاجة، كله حلو. يقول لك اختلاف الأذواق لا برد السلع. واحده قالت لك انا وقعت على القماش ايه عصير بقى، زعلانه، طب اغيره اخد ايه؟ هو عامة الجبلان مش من القماشات اللي ما بتستعملش. الجبلان أصلا عملي في كل الأحوال، سهل التنظيف وما بيبقاش في حاجة. جبلان سهل التنظيف. سهل التنظيف. انا عندي اطفال بيطلعوا على السرير وعلى الكنب وعلى على الحيطان كمان، مم. مش ممكن احط ميه بس ما تتشالش. بس انت قلت في انواع مواد، مثلا ماده كيميائيه اكيد بتشيل الكلام ده، زي ايه مثلا؟ يعني انت اي خامه ممكن عايز تعمل لها معالج تتعمل. يعني ممكن لو طقم الصالون كامل، وعلى فكره المعالجه دي هنا في مصر يعني عندنا، موجوده. اه يعني مش مستورده او حاجه. فاي خامه ممكن تتعالج، يعني تختار الموديل، عايز معالجه تتعمل عادي، ويبقى الاطفال تطلع تلعب براحتها بقى. جالك واحده اشتكت لك ان القماش بتاعها عايزه تغيره. أقول لك على حاجة، هو المصري برضه أنا حاطط في بيتي مصري، يعني أنا شخصيا حاطط في بيتي مصري. مش شرط المصري ان هو عشان مصري يبقى ضعيف او حاجه، بالعكس. على فكره احنا عندنا النهارده المنتج المصري بالنسبه لشغلنا من اقوى كفايه، بس ان هو بقى منافس في السوق. واكبر دليل على كده ان احنا عندنا شركات وعندنا مصانع، بدون ذكر اسماء طبعا، بنصدر بره. يعني احنا عندنا شغل مصري بيتصدر بره دلوقتي حاليا، خطوط انتاج بتصدر بره. عندي عملاء كتير قوي في السعوديه، في دبي، بياخدوا مني شغل كتير مصري. يعني انا اكتر عملاء ليا في السعوديه ودبي وبيتعاملوا مصري. فانت النهارده المنتج المصري بقى منافس حلو، يعني بقى اخد خط يعني انتاج انا حلو.